السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة توب ميكس علي المنزل. الحلقة دي جديدة وهنتكلم فيها عن حاجات مهمة أوي للمبتدئين. طبعا في سلسلة حلقات هتنزل مخصصة للمبتدئين. ازاي تعرف الذكر من النتاية، ازاي تكشفهم هم شغالين ولا عطال، ازاي تعرف تقلب الفرد، ازاي تعرف تفرخ، العين اللي تستخدمها كام في كام، في مثلا الامراض ازاي تعرف تعالجها، وازاي تعمل وقايه لحمامك عشان ما يجيلوش الامراض. هتبقى حلقات كتير قوي المبتدئين هيستفادوا منها كتير. ديت مخصصه للمبتدئين، عشان في ناس بتكلمني تقول لي احنا مش عارفين ازاي الذكر من النتايه. في ناس بتكلمني طب احنا مش عارفين نبتدي حمام ايه. انا هفهمك تبتدي بحمام ايه. تمام؟ الموضوع سهل يعني. هفهمك اللي انت محتاجه، اي حاجه انت محتاجها في الحمام هفهمها لك، عشان خاطر محدش يضحك عليك. عشان في ناس كتير قوي دلوقتي ما عندهاش ضمير، بتصطاد المبتدئين وبتشتغلها. انا مش ببيع حمام، انا ما ببيعش حمام. الناس اللي بتكلمني تقول لي انت بتبيع حمام، لا انا ما ببيعش حمام. تمام يا رجاله؟ انا طالع افهمكم، طالع اوعيك، طالع اقول لك ازاي الذكر من النتايه، ايه العين اللي انت تفرخ فيها، ايه الحمام اللي انت تبتدئ بيه، الحمام اللي انت يعني بلاش تتجنبه دلوقتي وهخليك تربيه بعدين. الموضوع كله على بعضه قد كده. حب الحمام، الحمام هيحبك. ولو قعدنا نتكلم كتير قوي عن الحمام عمر ما الكلام هيخلص. لو قعدنا نتكلم كتير عن الحمام عمر ما الكلام هيخلص. الحمام فيه انواع كتير، وفي كذا يعني كذا طريقه لتربيته. في ناس بتربي سايب، في ناس بتربي مثلا محبوس. تمام؟ يعني هو ليه كذا حاجه، بس المبتدئ بيبقى ليه حاجات كده خاصه لازم يعملها عشان يقدر يفهم الحمام ويقدر يفهم يتعامل معاه، وازاي ياكله وازاي يشربه. الاكل ما يبقاش قدام الحمام 24 ساعه. في كذا، وهفهمك المصطلحات. يعني المصطلحات بمعنى الذكر بيبقى عازب اسمه عازب، النتايه اسمها طيره كده. يعني الحلقات دي كلها انا هعملها لكم انتوا، واي حاجه انتوا ناقصاكم او اي حاجه انتوا محتاجينها اعملوا لي مثلا تعليق، وانا هعمل لكم بيها فيديو او افهمها لك في التعليق. عايز فيديو هعمل لك فيديو. زي اخونا محمود محمد اللي هو في بني سويف طلب ان هو عايز يعرف ازاي الذكر من النتايه، ازاي يفرق بين الذكر والنتايه. عملت له فيديو وهنزله له برده. انت برده لو محتاج فيديو قول لي عليه وانا هعمله لك وهنزله لك. مش هنبخل عليكم بحاجه. تمام يا رجاله؟ الدنيا حلوه يعني. الدنيا حلوه. احنا عايشين مع الحمام بقالنا اكتر من 18 سنه بنربي حمام. الحمد لله رب العالمين يعني. وما ببيعش حمام. انا مش ببيع حمام. يعني محدش يقول لي انت طب بيع لي قص، طب بيع لي، لا انا ما ببيعش حمام. انا الحمام ده جايبه لنفسي انا. افرخ منه ومقعد منه، وبالفرخ مني بطلعه بنشه فوق. اتفقنا؟ واستنونا في فيديوهات تانية جديدة وشروحات جديدة للمبتدئين. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.